مرحبا شباب. هذا الفيديو يخص المشكلة قاعد تنطرح هاليومين او بدأت هسه راح تنطرح عندنا هاي المشكلة وراح يبدي موسمها. وصلنا سؤال من صديق الصفحة أكرم أبو سجاد، يقول علاوي عندي بلبل حايل يعني عابر السنة عمره، شو سكت بعد ما غرد أليف، هو طبعا صار تقريبا شهر. تحياتنا لك صديقنا أبو سجاد، تحياتنا إلى كل متابعينا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، من خلال قناتنا على اليوتيوب. صديقي وعزيزي أبو سجاد، هنا عدم تغريد الطائر هواي اكو اسباب طبعا. هنا مو بس البلابل، الحساسين، الكناريات، يعني كل الطيور المغردة، وراح نجي عليها شغلة وهي اول شغلة واهم شغلة، يعني اللي اكثر شيء نعاني بها هي تغير الريش او التصفية او التلك. الموسم هذا اللي تبدي به الطيور تبدل ريش، هسه منه وغاد راح تبدي عندنا لان راح يبدي الخريف، وهنا الطيور تبدي تجهز روحها للشتاء فتغير ريشها. الطير من يدخل التلك او يدخل مرحلة غيار الريش راح يسكت، هذا سبب. السبب الثاني، اذا عندك اليوم طائر خليته فترة طويلة بمكان اظلم، هنا ايش راح يصير؟ راح يصير عنده مثل العمل مؤقت، راح يصير عنده خوف، يعني مثل الكآبة، راح يسكت فترة بعدها يرجع. عندنا هنا شغلة الصوت قوي مفاجئ، مثلا اذا طقت يمه نفاخة او وقع يمه فد شيء عالي صار صوت، هنا هم راح يأثر عليه، راح يسكت فترة ويرجع. عندنا اذا القفص وقع على القاع، هنا الطير راح يسكت فترة، او احتمال ما يحكي بعد نهائيا الا نبدل له قفصه ونبدل له مكانه. عندنا شغلة اللخ، اذا طفرت عليه بزونة او غير حيوان مفترس، هنا هم راح يصير بيه خوفه وراح يسكت، وهم لازم نبدل قفصه او نبدل مكانه. عندنا الامراض، هذا شيء طبيعي، اليوم الطير من يتمرض لازم راح يسكت، هذا عندنا يعني علامه عندنا، اذا شفته ساكت احتمال عندك طير مريض. عندنا تغير مكان البلبل او الطائر، يعني مثلا اذا حولت مكانه من قفص الى قفص، او من مكان بيت الى بيت، او بعت بلبل او اشتريت واحد جديد، هنا راح ياخذ له يومين ثلاثه يسكت وبعدها يرجع. عندنا شغله اللخ، عندك اذا مثلا يعني يجوز الحساسين، انا بالنسبه لي الحسون مو كلش تربيتي بيه قويه، بس عندنا البلابل اللي هي 100%، اذا خلينا اثنين بقفص ما راح يغردن، هذا شيء طبيعي. اذا خليت واحد قريب عليه ما راح يغرد اذا شافه. واكو شغله اللخ عندنا احنا نسميها صقره، يعني مثلا اذا فحلين بمكان واحد، اكو واحد من عندهم راح يسيطر، راح يخلي الثاني يسكت. احنا هنا هسه ما تصير عندنا مثل ما تسمعون البلبل تروي، هناك عندنا دا يقرا وهذا دا يقرا، هذا ما يعني هذا المخلف الصغير اللي معروض قبل كم يوم ما له شغله بيه، مستمر بالقرايه مالته. بس اكو بلابل تسكت، يعني واحد من عندهم الفحل المسيطر على المكان يسيطر على البلبل الجديد، او البلبل او الجديد يسيطر على القديم، وهكذا يعني حسب، يعني هن اكو فد شغلات صوتيه بيناتهم، اكو انه يخلي واحد يسيطر على الثاني ويمنعه من التغريد. عندنا شغله اخيره، تراكم الشحوم بالطير، يعني الطير اذا صار عندنا مشحن بعد فتره، يعني هسه مثلا هذا بقى بالقفص فد سنه كامله مثلا احنا ما مطلعين، هذا ايش راح يصير؟ راح يصير سمين يشحم، راح يقل تغريده 100%. وشغله اللخ الشحم الطيور، وهي التمن اللي هواي من الشباب يجون ينطون تمن للطيور مالتهم، التمن كلها نشويات مدمر للطيور ويخليها الشحم. البتيته المسلوقه هم نفس الحاله، بيها نشويات الشحم الطير وتتراكم على الكبد مالته وهم تمنع تغريده. يعني بين فتره وفتره، مثلا هسه اذا عندك حتى لو كان طور، تفتح له باب القفص، بس كون انت مثبت قفصه بمكان محدد، تفتح له باب القفص تتركه هو يطلع وهو يرجع القفصه، هنا شويه راح يفتر بالبيت، راح شويه يخلص من هاي الشحوم. ان شاء الله وصلت المعلومه، وتحياتنا لكم.